عالم غير كل المفاهيم، بطولة خرج منها ملك مش بس أسطورة. شاب عنده 17 سنة اسمه بيليه، اتقال عليه مش ناضج نفسيا يلعب بطولة بحجم المونديال، بس الرد كان في الملعب. هاتريك على فرنسا وهدفين في النهائي، دموع على أرض الملعب وبداية أسطورة خالدة. هديك نبذة سريعة عن البطولة لأن هي أصلا ما كانتش بأهمية النجم اللي اتولد فيها. بطولة كانت مليانة دراما وأحداث تاريخية، بطولة اتألق فيها منتخبات ما كانش حد يتوقعها، ووقع فيها منتخبات تانية كان الكل متوقع انها توصل لأدوار متقدمة. البطولة دي أقيمت في السويد اللي نجت من الحرب العالمية، ومصر والسودان رفضوا يواجهوا الصهاينة. وفي التصفيات انجلترا كانت منهارة بعد كارثة ميونخ الجوية اللي مات فيها 3 لاعبين أساسيين بعد انهيار طائرة مانشستر يونايتد. المجر مفككة بعد الاجتياح السوفيتي اللي حصل وإعدام زعيمها اللي تم قبل البطولة ب3 أيام، والنجوم زي بوشكاش وكوتشيش وتسيبور هربوا لأسبانيا وسابوا المجر من الأساس. وإيطاليا وأوروجواي اللي معاهم 4 كاس عالم من ال5 نسخ اللي اتنظموا خرجوا من التصفيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أدهم حجازي في حلقة جديدة من سلسلة حلقات كاس العالم التاريخية. والنهاردة معانا الحلقة اللي فيها ولادة كاس العالم. مش 1930 اتولد فيه كاس العالم، لأ، 1958 كان ولادة الأسطورة بيليه اللي انتسب ليه كاس العالم تاريخيا. واحد زي وزيك لما بيسمع كلمة كاس العالم أول حاجة بتيجي في ذهنه بيليه ومارادونا وميسي وبوشكاش. واحد زي وزيك لما بيسمع بس عن كاس العالم هيسمع عن منتخب البرازيل اللي توج كأكثر منتخب تتويجا للبطولة ب5 مرات. كاس العالم 1958 كانت المرة الأولى للبرازيل، وصدقني مش هتكون الأخيرة. بطولة اتلعبت ب16 فريق، 12 منهم من أوروبا و3 من أمريكا الجنوبية وفريق من أمريكا الشمالية، واللي اتقسموا على 4 مجموعات. المجموعة الأولى ضمت ألمانيا الغربية وأيرلندا الشمالية وتشيكوسلوفاكيا والأرجنتين، والمجموعة التانية كان فيها فرنسا واسكتلندا ويوغوسلافيا والباراغواي. أما بقى المجموعة التالتة اللي كان فيها المجر وويلز والسويد والمكسيك. نيجي بقى للمجموعة الرابعة اللي ضمت إنجلترا والنمسا والاتحاد السوفيتي والبرازيل، وبالمناسبة دي كانت المجموعة الأصعب. صعب من المجموعات دي ألمانيا الغربية وأيرلندا الشمالية عن المجموعة الأولى، وفرنسا ويوغوسلافيا عن المجموعة الثانية، وعن المجموعة الثالثة السويد وويلز بعد مباراة فاصلة مع المجر المنهار حرفيا. أما بقى المجموعة النارية الرابعة فصعب منها البرازيل والاتحاد السوفيتي. وفي دور الثمانية ألمانيا الغربية كسبت يوغوسلافيا 1-0، وفرنسا كسبت أيرلندا الشمالية بثنائية نظيفة، والاتحاد السوفيتي خسر من البرازيل 1-0 بهدف بيليه الأول في تاريخه مع منتخب البرازيل. ألمانيا الغربية قابلت السويد وكسبت 3-1، والبرازيل بهاتريك بيليه اللي عنده 17 سنة طلعت فرنسا ب5 أهداف لهدفين. تعال معايا بقى للنهائي. نهائي في ستوكهولم وفي قلب السويد وفي قلب جماهير السويد. وقتها النهائي ما كانش محسوب كبرازيل وسويد، لا، النهائي كان محسوب كأمريكا الجنوبية وأوروبا. كان في معترك تاريخي بين القارتين دول في تنظيم البطولة. وقبليها في كاس العالم 1954 الاتحاد الدولي كان واعد اتحاد أمريكا الجنوبية إن البطولة هتكون مرة في أمريكا الجنوبية ومرة في أوروبا، وخلفوا وعدهم وكانت البطولة المرتين على التوالي في أوروبا. في 1954 كانت في سويسرا، وفي 1958 كانت في السويد. نهائي حرفيا بين أمريكا الجنوبية وأوروبا. بدأت المباراة وتقدمت السويد في بداية المباراة بهدف نظيف، وهنا ظهر الرعب على وجوه لاعيبة البرازيل واسترجعوا ذكريات الماراكانوز وإن هم مش هيقدروا يعوضوا تأخرهم في المباراة
زي ما حصل قصاد الأوروجواي في 1950. لكن قائد منتخب البرازيل وقتها ضم اللعيبة حواليه وفكرهم بنتائجهم في البطولة وقال لهم احنا أفضل واحنا أحسن واحنا اللي معانا بيليه. استكمل اللقاء وبيليه الأسطورة الصغير اللي حطم كل الأرقام وضرب كل الإحصائيات وكان حرفيا معجزة جيله وكل الأجيال، سجل هدفين في نهائي في قلب أوروبا وتوجت أمريكا الجنوبية بالبطولة. تعال معايا بقى للبداية التاريخية. بداية من الشوارع في مدينة فقيرة في البرازيل اسمها تريس كوراسيوس. اتولد فيها ولد صغير اسمه إديسون أرانتس اللي العالم هيعرفه باسم بيليه. كان بيلعب بالكرة الشراب وحافي زينا واحنا صغيرين في شوارع البرازيل، وكان ابوه بيدربه على الثبات والتحكم اكتر، فكان بيخليه يتمرن ببرتقالة او حاجات مشابهة ليها. طفل كان جواه شغف عمره ما انطفى من يوم ما شاف ابوه بيعيط من 8 سنين وقت خسارة البرازيل في كارثة الماراكانوز اللي كانت كارثية على البرازيليين وعلى ابو بيليه خصوصا. بيليه اللي وعد ابوه وقتها انه هيرفع كاس العالم للبرازيل في يوم من الايام. والد بيليه هو دوندينهو، لاعب كرة قدم برازيلي سابق واتصاب وساب الكورة، وكان دايما يقوله لازم تكون مختلف وما تلعبش زيهم والعب بالجنغة، دي روح البرازيل، ما تنساش الجنغة. ايه هي الجنغة؟ الجنغة كانت اسلوب المراوغة عند البرازيليين، هو الاسلوب الشعبي مزيج من الرقص وموسيقى الكابويرا. والكرة الحرة هي اسلوب الفقراء اللي ما كانش عاجب المدربين الاوروبيين وقتها، قالوا له لازم تبقى كلاسيكي وهو قال لا، انا هفضل العب بطريقتي. بدأ بيليه رحلته مع نادي سانتوس وبدأ يسطع نجمه واهداف خلت الكل يتكلم عنه لحد ما جاله الاستدعاء الصادم، انت هتسافر مع منتخب البرازيل على السويد. البرازيل تحت الضغط وبيليه على الدكة. البرازيل كانت خارجة من صدمة ماراكانا بالضربة القوية اللي خدتها من المجر وخروجها المبكر من ربع النهائي في 54. البلد كلها مرعوبة والكل شايف ان الفريق محتاج معجزة، لكن بيليه كان مصاب وقاعد على الدكة، والطبيب النفسي قال للمدرب فيولا الولد ده مش ناضج نفسيا يلعب بطولة زي دي. فيرد عليه فيولا بجملة تاريخية ويقول له ايه؟ يقول له يمكن عندك حق بس انت ما تعرفش حاجة عن الكورة. في الجولة الأخيرة من الدور الأول ضد الاتحاد السوفيتي لعب بيليه أول مباراة بعدها في ربع النهائي قدام ويلز. بيليه سجل هدفه الأول وكان هدف المباراة الوحيد اللي حققت البرازيل بالصعود لنص النهائي اللي لعبت فيه قدام فرنسا، وسجل بيليه هاتريك أسطوري. وفي النهائي ضد السويد هدفين عالميين واحتفالات ودموع من بيليه على أرض الملعب. أنا راجل حققت حلم أبويا وحلم شعب كامل بيتنفس كورة وما عندوش حاجة في حياته بيفكر فيها غير كاس العالم. بسن 17 سنة و249 يوم بيليه أصبح أصغر لاعب يفوز بكاس العالم، سجل اسمه في التاريخ، ومن وقتها محدش نسي الرقم 10. والأغرب الرقم ده وصل له إزاي؟ الرقم ده وصل له عن طريق الخطأ. البرازيل نسيت تبعت أرقام للفيفا فبيليه خد الرقم 10 بالصدفة والرقم بقى أسطورة. مش عاوزك تنسى معايا عبقرية فيولا مدرب البرازيل وقتها. المدرب لعب بأسلوب مختلف. البرازيل في البطولة لعبت بتكتيك جديد على أمريكا الجنوبية اللي كانت بتلعب 4-4-2 و3-4-3. الراجل ده لعب 4-2-4 بهجوم صريح وديناميكية مرعبة على الأجنحة واستغلال لمهارات غارينشا وبيليه. غارينشا اللي كان أصلا عنده تشوهات خلقية في الساقين وكان بيعمل مراوغات تخلي المدافعين يلفوا حوالين نفسهم حرفيا. قال عنه قائد السويد بعد النهائي خسرنا النهائي بسبب طفلين، غارينشا وبيليه. الكرة وقتها شافت بيليه لأول مرة طفل فقير بقى ملك، جنغة بقت هوية، والرقم 10 بقى تاج فوق راسه. 1958 ما كانتش بس بطولة، كانت لحظة ميلاد الأسطورة اللي العالم لسه بيتكلم عنها لحد النهاردة.
كان معكم أدهم حجازي فيما وراء الخطة. سلام. ما تنساش يا صديقي تعمل لنا لايك وشير وتقول لنا رأيك في الكومنتات. باي باي.